كتابي فاي، كتابك المسموع. شخباركم؟ مرحبا بكم معنا. اليوم بغينا ندويو شوية على واحد الكتاب اللي دار سمية كبيرة، العادات السبع للناس الأكثر فعالية ديال ستيفن كوفي. غادي نعتمدوا على مقتطفات من الكتاب الصوتي ديالو. الهدف هو نشوفوا شنو الأفكار الأساسية فيه، خصوصا علاش بزاف د الناس واخا ناجحين في خدمتهم وكل شيء كيحسوا بشي فراغ لداخل ولا عندهم مشاكل في العلاقات ديالهم. يلا نديروا شي دردشه خفيفه على هادشي. ايوا فعلا هذا الكتاب مهم بزاف. الصراحه كيعاون بنادم يفهم راسو ويفهم علاقاته مع الناس بطريقه كيف ما قلتي اعمق، ماشي غير دوك الحلول ديال الزربه اللي كتلقاها في بزاف د البلايص. هذا كيمشي العمق ديال بصح. هي هذيك في البدايه ديال الكتاب كوفي كيهضر على شي مشاكل اللي صراحه كنسمعوا بها ديما. مثلا كتلقى شي واحد ناجح في خدمته والامور غاده مزيان، ولكن في حياته الشخصيه مع عائلته الامور ماشي هي هذيك. كاين اللي كيقول لك راه ما بقيت عارف لا مراتي لا ولادي وما عارفش حتى راسي، كتحس به بحال الا تايه. هادشي كاين بزاف. ولا مثلا الناس اللي كيحاولوا يديروا الريجيم ويبداو ويمشيو مزيان شويه ومن بعد كيفشلوا ويعاودوا تاني. ولا المدير اللي كيتشكى كيقول لك انا كنتعامل مع المستخدمين ديالي مزيان ولكن ما كنلقاش الولاء، ما كاينش داك الارتباط. وحتى المشاكل مع المراهقين، التمرد ديالهم. بالضبط. وكاين داك الاحساس الدائم بالضغط، الوقت ما بقاش كيكفي، اليوم دغيا كيطير، ما بقى كيكفي لوالو. هادشي كنعيشوه كاملين ياك؟ اكيد. وهاد المشاكل كامله كوفي كيربطها بواحد الفكره اساسيه عنده. هو كيفرق بين جوج ديال الحوايج، اخلاق الشخصيه واخلاق السمات. هذه نقطة مهمة. شنو الفرق بيناتهم؟ أخلاق الشخصية هي اللي ركزوا عليها بزاف د كتب التنمية الذاتية زعما في 50 عام الأخيرة. كتهتم بالصورة ديال بنادم على برا، المظهر، التقنيات ديال التواصل، الحلول السريعة، بحال قلتي شي أسبيرين كتاخدو باش تحيد الصداع ديك الساعة وصافي. فهمتك، بحال شي مسكن للألم ماشي علاج. هي هاديك. أما أخلاق السمات فهي اللي كانت هي الأساس في 150 عام قبل هادشي. هادي كتركز على المبادئ اللي لداخل الجوهر ديال بنادم، بحال النزاهة، التواضع، الشجاعة، العدل، الصبر، المثابرة. داكشي ديال المعقول اللي كيبني شخصية صحيحة. داكشي اللي كيبقى. بالضبط. وداكشي علاش كيقول كوفي الحلول السريعة اللي مبنية غير على أخلاق الشخصية غالباً ما كتفشل على المدى البعيد، حيتاش كتعالج غير الأعراض ماشي الجذر ديال المشكل. كوفي كيعاود واحد القصة ديالو هو شخصيا مع ولده. كان عند الولد مشاكل في القراية وحتى في الرياضة. في الأول هو ومراته حاولوا يعاونوه بدوك التقنيات ديال الأخلاق الشخصية، تشجيع ديما، برافو، زيد، ويصحوا ليه الأخطاء التقنية في الرياضة مثلا. بحال الأغلبية ديال الآباء ما كيديروا. ولكن والو، داكشي ما عطاش نتيجة اللي هي هاديك. من بعد فهموا باللي المشكل ما كانش في الولد بقدر ما كان في التصور الذهني ديالهم هما. كيفاش زعما التصور الذهني ديالهم شنو كان فيه؟ كانوا كيشوفوا ولدهم بلا ما يحسوا بحال يلا هو ما قادرش ولا محتاج ديما للحماية، واخا ما كيقولوهاش ليه نيشان. هاد النظرة ديالهم كانت كتوصله وكانت كتحد من القدرات ديالو. فهمت. هذه هي النقطة ديال التصورات الذهنية، البارادايمز اللي كيدوي عليها. هي بحال شي نضادر كنشوفوا بها الدنيا وكنشوفوا بها راسنا والناس اللي دايرين بينا. ولا كانوا هاد النضادر هاد التصورات غالطين ولا ماشي دقيقين، راه واخا دير اللي درتي ما غادي توصل لوالو. بحال داك المثال اللي عطا ديال الخريطة. تماما. قالك إلا عندك خريطة ديال ديترويت في يديك وانت باغي تمشي لشيكاغو، واخا تزيد في السرعة ديال الطوموبيل وتبدل طريقة السياقة، واش عمرك توصل لشيكاغو؟ لا، خاصك بعد الخريطة الصحيحة. هي هذيك، خاصك تبدل الخريطة، تبدل التصور الذهني ديالك هو الأول. وكاين حتى المثال ديال ديك الصورة اللي ممكن تشوفها مرة شابة ولا مرة عجوزة. معروفة ديك الصورة. إذن كتبين كيفاش نفس الحاجة، نفس الصورة، ممكن جوج الناس يشوفوها بطرق مختلفة تماما، كل واحد وكيفاش تربى، كل واحد وشنو في راسه. وهذا الشيء كيأكد أن التغيير الحقيقي اللي كيبقى خاصو يبدأ من الداخل، من تغيير هاد التصورات، هاد النظر اللي كنشوفوا بها، المنهج من الداخل إلى الخارج. إذن الفهامة والتغيير ديال هاد التصورات هو المفتاح. هادشي كيدينا لواحد الفكرة مهمة أخرى ذكرها كوفي، هي توازن الإنتاج، القدرة الإنتاجية، PPC بالانس. كيفاش ربطها بالفعالية؟
هنا كيستعمل ديك القصة المعروفة ديال لويزا اللي كتبيض بيض ديال الذهب. كيقول لك الإنتاج اللي هو بي هو داك البيض ديال الذهب، يعني النتائج اللي بغيناها، الفلوس، النجاح، النقط مزيانة إلى آخره. والقدرة الإنتاجية اللي هي بي سي هي لويزا براسها، هي الأصل اللي كيعطينا دوك النتائج، صحتنا، علاقاتنا، المهارات ديالنا، الموارد اللي عندنا، وحتى الروح المعنوية ديال الموظفين مثلا. والمشكل كيوقع ملي كنركزوا غير على البيض ديال الذهب، بغينا أكبر عدد دابا وكنساو لويزا. بالضبط، هذا هو الفخ. ملي كتركز غير على النتائج دابا، بي راه ضروري غادي تدمر القدرة ديالك باش تجيب نتائج من بعد، بي سي. بحال يلاه شي واحد كيقتل لويزا باش ياخد كاع البيض دقة واحدة. راه كنديروها كل نهار بلا ما نحسو، ملي كنسمحوا في صحتنا على قبل الخدمة، ولا كنستغلوا صحابنا باش نربحوا شي حاجة قصيرة المدى، ولا ما كنديروش صيانة للمعدات باش نزيدوا الإنتاج ديك الساعة. الفعالية ديال بصح كيقول كوفي خاصها تتوازن بين بي و بي سي. خاصنا نتهلاو في لويزا باش تبقى تعطينا البيض ديال الذهب. وهذا الشيء كيجمع كل شيء، تركيز زايد على النتائج السريعة بي اللي كتشجع عليه ديك أخلاق الشخصية السطحية، كيأكل لنا في القدرة الإنتاجية بي سي على المدى الطويل، سواء كانت صحة، ثقة، علاقات. تماما. باش نضمنوا النجاح والسعادة اللي تدوم خاصنا نستثمروا في بيسي، نتهلاو في لويزا، نتهلاو في القدرات ديالنا، في صحتنا، في علاقاتنا، في المبادئ ديالنا. إذن الخلاصة اللي نقدروا نخرجوا بها من هذه الأفكار هي أن الفعالية الحقيقية اللي كتبقى كتجي من الداخل لبرا. خاص الواحد يركز على يبني أخلاق السمات ديالو، يبني شخصية قايمة على مبادئ بحال الصدق والعدل والصبر، ماشي يبقى يعتمد غير على التقنيات والمظهر الخارجي والحلول ديال الزربة اللي ما كدومش. الأساس هو شكون انت من الداخل. وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا واحد السؤال مهم نفكروا فيه كاملين. شحال من مرة كنلقاو راسنا كنحاولوا نبدلوا الناس اللي دايرين بينا ولا الظروف اللي كنعيشوا فيها، يعني خدامين من برا لداخل، وعوض ما نبداو براسنا هما الاولين نشوفوا دوك التصورات الذهنيه ديالنا كيف دايره، ونقيموا السمات ديالنا بصدق، ونخدموا على راسنا من الداخل للخارج. واش ديما كنبقاو نلوحوا اللومه على برا، ولا خاص الواحد مره يوقف ويضرب شي طله على راسه هو الاول ويشوف شنو خاص يتبدل فيه هو؟